النهارده الخميس، يا ترى ايه الأهم؟ عملت إيه امبارح؟ بتعمل ايه دلوقتي؟ هتعمل ايه بكرة؟ أنا رحاب أسامة وبرحب بيكم في حلقة جديدة من دير تو دير. الحقيقة لو بصينا للصورة الكبيرة هنلاقي إن كله مهم أتعلم من امبارح، مهم أركز في النهاردة، مهم أخطط لبكرة. بس لو ركزنا أكتر في التفاصيل هنكتشف إن المسألة كلها مسألة وقت. بكرة هيبقى النهاردة، والنهاردة هيبقى امبارح، وامبارح هيبقى أول امبارح، وفي الآخر كلهم هيتقابلوا في نقطة واحدة. إحنا ممكن نشوف الماضي على إنه حاجة حصلت وانتهت، لكن الحقيقة الماضي بيتكتب دلوقتي، في كل قرار بناخده، في كل كلمة بنقولها، في كل فعل ورد فعل. احنا بنكتب ماضينا لحظة بلحظة، والماضي ده هو الأثر اللي بيفضل بعدنا، والإرث اللي بنسيبه. الإرث مش بس وصية مكتوبة، لكن سيرة بتتقال، وذكرى بتعيش، وشهادة حقيقية على اختياراتنا. وهو العمل اللي هنقابل بيه رب كريم، لأننا مش هنتسال عن النهاردة ولا عن بكرة، هنتسال عن اللي حصل، عملنا إيه. علشان كده الماضي مش محتاج نهرب منه، ولا ندفنه، ولا نجلد نفسنا بسببه. الماضي محتاج وعي، نفهم إن الحاضر ألم، والمستقبل رغبة، والماضي صفحة بتتكتب دلوقتي. والوضوح ده يخلي كل لحظة فرصة، فرصة نختار، فرصة نصحح، فرصة نكتب ماضي جميل. وآخر اليوم لما نحط راسنا على المخدة نحس بالرضا وبالقرب من ربنا، مش بالحزن ولا بالندم. في الكوتشنج بناخد الشخص للمستقبل يتخيل إنه وصل وحقق اللي بيتمناه، مش علشان يهرب لكن عشان يرجع للحاضر وهو واضح قدامه هو عايز إيه، رايح فين، وليه ده مهم. ولو الكوتشنج بياخدنا للمستقبل إحنا بنتخيله، فالقرآن بياخدنا لمستقبل حقيقي. الجنة والنار مش مشاهد، ده مصير نتيجة أفعال اتحولت لماضي. الآيات بتخلينا نعيش النهاية بقلبنا، بعقلنا، بمشاعرنا، نشوفها ونسمعها ونحسها. القرآن بيورينا النتيجة علشان نرجع للحاضر ونسأل نفسنا: أنا عايز ماضي شكله إيه؟ ولما سيرتي تيجي تتحكي إزاي؟ وأنا بكتب إيه دلوقتي؟ وهل ده بيقربني من ربنا ولا بيبعدني؟ إيه اختيارات جديدة ممكن أفتحها؟ وإيه الخطوة اللي هلتزم بيها من دلوقتي علشان بكرة يبقى ماضي أفتخر بيه؟ رمضان رحلة لبداية تغيير حقيقي، دعوة نهدي فيها الإيقاع ونفتح مساحة للتدبر، للتأمل ولمراجعة النفس، وفرصة نكتب ماضي مختلف، ماضي لما نقابل بيه ربنا يكون نور مش ندم. لو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشاركه، فيديو صغير ممكن يعمل فرق كبير.